كنت بقلب في الموبايل من شوية ومش هتصدق جالي في الميموريز ايه، صورتنا سوا قبل ما تقابلها بيوم. اقابل مين؟ نسيت ازاي؟ بس ده لسه من السنة اللي فاتت. مريم يالا، فاكر لما قابلتها عملته ايه؟ مش فاكر ومش عايز افتكر. انا بقى فاكر، ما انت جيت حكيت لي تاني يوم. الغريبة يا اخي انك الوقت عامل لي فيها شيخ لدرجة انك بتسيبنا واحنا قاعدين وتروح تصلي. هي كده؟ طب بالعند فيك بقى ما عدتش مصلي. انا بقول كفايه عبط انتوا الاتنين. وبعدين خد هنا، ايه اللي ما عدتش اصلي دي؟ ما انت شايف هو اللي استفزني وهو ملوش فيه ولا يفرق معايا اصلا. خلاص فكك منه، ركز في حياتك وصلاتك وبس وما يشغلكش اي حد. يعني انا اللي طلعت غلطان؟ طب فاكر التانية اسراء؟ تيجي نفتكرها سوا وبالمرة يعرف تاريخك المشرف. ايه يا اسطى اللي انت بتعمله ده؟ مش انا قلت لك اني تبت ورجعت من السكة دي وكمان استغفرت الذنب ده؟ وبعدين انك تعايرني بذنب قديم انا استغفرت له، ده اكبر من الذنب اللي انا عملته اصلا. انت كده مش بتنصحه زي ما قلت، انت كده فاجر. المؤمن يستر وينصح والفاجر يهتك ويعير. يعني الحق عليا انا بنصحه؟ النصح في العلن فضيحة يا فاجر. كان السلف إذا أرادوا نصيحة أحد وعظوه سرا، ومن وعظ أحد على رؤوس الناس فإنما وبخه. إيه أنت بتقول إيه؟ يعني أنت كده قصدك تقل منه ومش تنصحه خالص. استرجل وعل، ويا تقول كلمة حلوة يا تسكت. يا ريت والله. وأنت برضه غلطان يا اسطى، أنت كنت بتعمل الذنب وبتجهر بيه وتقول للناس أنا عملت كذا وكذا، ودي أكبر من الذنب نفسه. ربنا أنعم عليك وسترك في حاجة غلط أنت كنت بتعملها، يبقى تحمد ربنا، وزي ما عملت الذنب في السر توب منه في السر. ده اللي هعمله باذن الله. صلي واعمل كل حاجه ترضي ربنا مش البشر، وما يشغلكش اي حد، وافتكر ان كل واحد هيتحاسب لوحده. مفيش حد هينفع حد في الاخره يا صاحبي. انا كنت تايه وبعيد عن طريق ربنا، بس الحمد لله ربنا نور بصيرتي وبقيت ماشي فيما يرضي الله، وبحاول على قد ما اقدر اتجنب الفتن. انا اسف يا اسطى ان عايرتك بحاجه انت حكيتها لي والمفروض انها سر بينا. يعني عرفت انت هتعمل ايه بعد كده؟ عرفت يا صاحبي، واتعلمت ان لو شفت حد بيعمل حاجه غلط هنصحه بينه وبينه، ومش هقول لحد تالت ولا هعايره بيها بعدين. وده عشان ايه؟ عشان من ستر مسلما في الدنيا ستراه الله في الدنيا والاخره. كده فيديو النهارده خلص. لو لسه مكمل معايا لغايه هنا فحابب اشكرك على دعمك ليا، اللي هتكمله بلايك وكومنت بالصلاه على النبي، ويا ريت تسبسكرايب في القناه عشان اول ما ينزل جديد يوصل لك. ما تنساش تدعي لاخواتنا بالصبر والثبات والنصر. وبس كده، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.